النهاردة هنتكلم عن حي مميز جدا من أحياء الغربية، الحي 22. هو مميز والأحياء كلها مميزة، عشان بس محدش يقول يعني هو مميز عن الأحياء التانية، عن 23 و 24 و 25. لا طبعا، كل الأحياء زي بعضها، بس احنا بنتكلم عن حي مميز هيبقى خدماته بسهولة علشان في وشه الحي 21، لأن الحي 21 فيه مجاورات 3 فيها إسكان اجتماعي. هنتكلم عن اسعار الحي دلوقتي وصلت لحد فين، المجاورات بتاعته، المساحات بتاعته، نظام نقل الملكيه للاراضي الفاضيه اللي فيه، ونظام نقل الملكيه للقطع اللي اتبنت حتى لو مبنيه حاجه بسيطه. ايه الاوراق اللي مطلوبه للفاضيه، وايه الاوراق المطلوبه للقطع النقل اللي فيها نقل ملكيه وفيها شغل خفيف. انا هنا على الصينيه الفصل ما بين الحي 21 والحي 22. شايفين الاسكان ده؟ الاسكان ده في الحي 21 ماشي. الحي 21 ده اصلا حي قطعه كلها مميزه ما عدا مجاوره 3، فهي اللي وحيده اللي فيها اسكان اجتماعي. دي الصينيه اهيت، واللي في وشها ده الحي 22. طيب انا برضو اقول حاجه بسرعه كده، ان الحي دوت او الاسكان بتاع الحي 21 ده الاعلان ل 14. الاعلان ل 14 الناس اللي المستعلم كلمها وخلاص كده هيستلموا في ال20، لكن الناس اللي مقدمه في الاعلان الواحد في الاعلان ال 14 لسه المستعلم ما كلمهمش، ان شاء الله هم اللي يستلموا في ال21. طيب تعالوا نتكلم عن الحي 22. انا هنا مجاوره كام؟ انا هنا على ايد الشمال ده ال22، واللي على ايد اليمين ال21. دي مجاوره 2 اللي انا ماشيه عندها، دي كلها مجاوره 2. مجاوره 2 دي قطع كلها 209. مجاوره 2 دي كلها بصه على الحي 21. انا مجاوره 3 كلها بصه على الاسكان الاجتماعي. في عندنا كمان مجاوره 1. طب تعالوا نقول، طب ايه المجاورات اللي موجوده في الحي 22؟ المجاورات بتاعت الحي 22 4 مجاورات، 1 و2 و3 و4. 1 و2 قطع 209، و3 و4 قطع 276. الناس اللي بتقول 3 و4 مش حلوين في الحي 22، اصلهم بعاد، اصلهم مش عارفه ايه، حضرتك ده هيبقى في فاصل ما بينهم ماشي، وما بين ال 23. يعني الحي 22 مجاوره 3 ومجاوره 4 هيبقى في فاصل كبير ما بين 3 و4 1 و2 بتاعه ال 23. مجاورات الحي 23 ليه بقى؟ لان هيبقى في فاصل كبير، خط او طريق كبير فاصل ما بين ال 22 و 23. هيجي فاصل ما بين ال 19 و 18، وهيبقى الفاصل اللي جاي من على طريق امتداد بقى ايه؟ ال 11 وال 15، وعلى جاي كده واخد الامتداد كله كده لحد ما يمشي، لحد ما يطلع فاصل ما بين ال 37 و 36. دي كلها انا ماشيه هنا في مجاوره 2 طبعا، ومجاوره 1 فيها شغل حلو قوي. يبقى 1 و2 اكتر مجاورات دلوقتي فيها شغل مباني، لان هما قطع 209. وواحد و2 قريبين قوي من حي 22 وباصين، يعتبروا خدماتهم هتبقى سهله قوي، وهيبقى العيشه فيهم بسهوله او بسرعه، لان الاسكان الاجتماعي بتاع ال 22 اول ما يشتغل هيحيي المنطقه دي كلها. فهلاقي سيرفيس بقى، وهلاقي سوبر ماركت، وهلاقي مدرسه، وهلاقي وحده صحيه، فهلاقي كل خدماتي. انا هنا كده على الفاصل اهوت ما بين، زي ما انتم شايفين كده، انا كده دخلت مجاوره 1. يبقى انا كده الفاصل ما بين مجاوره 2 ومجاوره 1 فيها شغل، فيها شغل. القطع فيها شغل، المجاورات دي فيها شغل يا جماعه. انا هنا اهوت في مجاوره 1، يبقى انا خلصت مجاوره 2 ودخلت على مجاوره 1. هطلع بقى تاني كده وابدا ادخل عند مجاوره 3 و4، عشان الناس اللي بتتكلم، في ناس كتير بتقول لي حضرتك الناس بيقولوا لنا ان مجاوره 3 ومجاوره 4 277 بتوع الحي ال 22 بعاد ومش حلوين، وفي اخر الحي حضرتك ولا بعاد ولا وحشين ولا في اخر الحي. انت الحي كله اصلا 4 مجاورات، مش في 8 او 9 او 8 او 7 مجاورات زي 36 و 35 مثلا او 28. لا، ده هم 4 مجاورات. فالاربع مجاورات كلهم هتلاقيهم يعني حواليهم الاسكان، فده حاجه كويسه قوي. وزي ما شايفين الناس بدات تبني، زي ما قلت لكم ان الاحياء دي هيبقى يعني هيبقى فيها سهوله ان انت تبني بعد سنتين كده وتقدر تسكن، يعني سنتين 2 وتقدر تسكن في الاحياء دي. طيب ايه اللي جنب الحي دوت برضو يسكن بسهوله غير ال 22 19؟ لان هو كمان باصص على الاسكان. وفي عندكم 23، وفي عندكم بعد ال 24 25 بقى على طريق ابو حماد. انا كده اهوت بقى، انا هنا فين؟ انا مجاوره 2 وبعدها مجاوره 3. هطلع ده كله مجاوره 2، هاخد الدوران واخد يمين، واطلع بقى امشي على مجاوره 2 ومجاوره 3 اللي باصين على ايه بقى؟ على الحي 19. يبقى انا عندي مجاوره 1 ومجاوره 2 في الحي ال 22 باصين على الحي ال 21. عندي مجاوره 2 ومجاوره 3 في الحي ال 22 باصين على مجاوره 1 ومجاوره 7 اللي في الحي ال 19. عندي مجاوره 3 ومجاوره 4 هيبقوا باصين
او على الفاصل ما بين الحي 22 والحي 23 عندي 1 و4 من ورا بقى باصين فوق هناك على الحي 37. كده تصميم او كده الحي وصل ليكوا بسهولة. الحي فيه نسبة مباني. انا كده خلصت اهوت مجاورة 2 وهبدأ اشوف مجاورة 3 اهوت. يبقى انا كده خلصت مجاورة 2 ودي مجاورة 3 فيها شغل لانها قطعة 209 هي كمان. سوري، مجاورة 3 276. مجاورة 1 و2 هي اللي 209. اخلص كده وابدأ ادخل على مجاورة 3. ده كله لسه مجاورة 2. المجاورات بتاعت الحي ما شاء الله كبيرة. معانا قطع اراضي في الحي هنا حلوة قوي. معايا قطع اراضي مميزة وقطع اراضي واجهة، ومعانا حاجات كتير في شغل في ال 32 اللي في ال 22. لو حد محتاج ارض في العاشر من رمضان، محتاج بيت، محتاج شقة، عندنا المكتب العقاري. لو محتاج يطلع رخصة جواب حفر مباني، عندنا المكتب الهندسي. باشمهندس عندنا عامل شغل في الحي 22 شغل في الحي 23. ان شاء الله لما اصور هناك قريب اصور لكم القطع المبنيه اللي هو بنيها هناك. شغلهم حلو قوي. لو احتاجتم تشتروا تاني في العاشر من رمضان تواصلوا معايا، ده رقمي. لو احتاجتوا حلوق باب وشباك تشطيبات هحط لكم الرقم بتاعهم وتواصلوا معاهم. ده كله كده احنا كده هنبدأ نخلص مجاورة 2 وندخل على مجاورة 3 ومجاورة 4. مجاورة 3 هي اللي باصة واكترها على الطريق الرئيسي، باصة على الحي 19. مجاورة 4 برضو باصة على الحي 23 وباصة على الحي 37. بس انا دخلت على فكرة هندخل دلوقتي مع بعض جوه الحي 22. هندخل من عند الفاصل ما بين 22 و 23 وتشوفوا مجاورة 3 ومجاورة 4 فيهم نسبة مباني برضو قليلة. طيب واحنا بنتكلم كده بسرعة ما ادخل لكم عشان الناس اللي كانت طالبة مجاورة 3 ومجاورة 4 في الحي 22 تتفرجوا عليها. اول ما هتلاقي اصلا معروف القطعة 209 فيها بلكونة وشباك، القطعة 276 شباك وبلكونة وشباكين. ده كده فاصل اهوت. الطريق ده فاصل مجاورات ما بين المجاورة 2 ومجاورة 3. نسبة المباني في 3 هي برضو مش وحشة. حطوا لايك لو سمحت، لو ما حطش لايك حطوا لايك، اعملوا شير الفيديو عشان اكبر استفاد. تاني هقول اللي حابب يشتري قطعة ارض في العاشر من رمضان عندي المكتب العقاري وعندنا المكتب الهندسي. اي حد محتاج حاجه في تشطيبات، مكتب هندسي، تطلع رخصه، جواب حفر، مباني، باب وشباك، اي حاجه تخص الاخشاب حابب تشتري عندنا المكتب الهندسي والمكتب العقاري. طيب عايزه اقول على حاجه بس بسرعه كده، حتى انتوا خدتوا بالكم بعيد هناك كده تحسوا ان اهي المجاوره 4 هناك اللي بعيد دي مجاوره 4 فيها مباني. الناس اللي بتقول ما فيهاش مباني ومش عارفه ايه، لا في مباني. الحي كله بدأ فيه مباني. طيب انتي قلتي انا عشان انقل بقى ملكيه في قطع الاراضي دي، نقل الملكيه بيبقى ازاي للقطع الفاضيه؟ القطع الفاضيه ما فيهاش اي حاجه، بنجيب مخالصه ميه ومخالصه بنك وبنعمل موقف تنفيذي للقطعه في الجهاز وبس. لكن القطعه المبنيه شغل خفيف اي حاجه بتعمل لها برضو تنازل من غير ما تشطب وجهها ولا اي حاجه، لكن بنعوز عقد مقاوله وشهاده اشراف المهندس اللي باني. الناس اللي هتطلع رخصه وجواب حفر الفتره الجايه، نصيحه مني ليكم حاولوا تطلعوا عقد المقاوله وشهاده الاشراف المهندس وانت بتطلع رخصه وجواب الحفر والمهندس وافق، عشان بعد كده ما تلفش حوالين نفسك. اي قطعه ارض مبنيه لازم فيها شهاده الاشراف وعقد المقاوله، عشان الناس اللي بتيجي تتصل وتقول لي احنا عايزين نعمل تنازل ومش معانا واقول له معاك شهاده اشراف وعقد مقاوله، يقول لي لا. اقول له طب اطلع المهندس الاول اعمل شهاده الاشراف وعقد المقاوله وتعالي لي. ليه بقى؟ الناس اللي حابه ان احنا نقدم لهم التنازل، احنا بنخلص لكم الاجراءات كلها يا جماعه، بنطلع معاكم على الجهاز وبتسلم ورقك وبتمشي، واحنا بنتصل عليك نقول لك تعالى استلم محضر استلامك. احنا بنتابع لك ملفك كله في الجهاز لحد ما يطلع يتمضي فوق عقاريه وقانونيه وكله، ونقول لك تعالى اتفضل استلم محضر استلامك. اللي حابب ان هو يتعامل معانا تبع مكتبنا ونطلع نخلص له الاوراق ونطلع معاه في التنازل في جهاز العاشر من رمضان، احنا معاكم. ده رقم اهوت للتواصل. شايفين دي كده كلها مجاورة 3 واللي بعدها مجاورة 4. انا همشي كده كتير بس عشان انا مش هقدر ادخل قوي، فما يعني معرفش ادخل جوه قوي الا 4، بس 4 هي كمان فيها مباني. الدنيا حلوة قوي يا جماعة، ما تسمعوش كلام حد. الحي حلو، الحي 23 جميل هو كمان وبدأ في نسبة مباني كويسة هو كمان. الحي 24 فيه نسبة مباني اعلى هو 25. الاحياء الشرقيه احلى حاجه فيها شوارعها كويسه. بصراحه الناس بتبني، بحس ان فيها نسبه المباني اعلى بكتير، او الناس كلها بتبني بسهوله او بسرعه مش عارفه ليه. شايفين المباني الناس كلها بانيه ما شاء الله، الناس بدات تبني فعلا. وانا نصيحه مني ليكم اللي معاه فلوس وعنده قطعه ارض يرمي فيها اي حاجه. احنا زي ما قلت لكم لو احنا دخلنا في اعمار فلسطين
احنا كده مضطرين، او كده هيرفع عندنا مواد البناء كلها. لو دخلنا في اعمار الدولة اللي جنبنا، احنا عندنا مواد البناء هتغلى كلها. فاي حد معاه فلوس، لو انت مش راكن فلوسك دي ذهب او دولار، او انت مش حاططها في مكان مستثمرها ومعاك بالجنيه المصري، بدل ما تسيبها بالجنيه المصري شيل فلوسك دي ابني بيها. ابني بيها احسن ليك في الفترة دي، ابني بيها احسن ليك، لان مواد البناء كلها سعرها هادية. فدي نصيحة مني ليكم. ادي الحقيقة اهوت، ده الحقيقة 22، وقلت لكم نقل الملكيه ازاي بالتوفيق للجميع. الرقم بتاعنا اهوت، اللي حابب يتواصل معانا، اللي حابب يشتري قطعه ارض هنا او في 23 او 24 او الاحياء الغربيه او الاحياء الشرقيه عندنا. معايا شويه اراضي حلوين قوي، جاي لك قطعتين 2 في ال25 احلى من بعض. معايا قطع على الطريق الرئيسي بره في ال22، معايا قطع على الطريق الرئيسي بره في ال25، معايا في ال18، معانا في ال17، معانا في كل الاحياء قطع اراضي. اللي محتاج اي حاجه يتواصل معايا، ده الرقم بتاعنا اهوت. طبعا الحمد لله بفضل الله سمعتنا سبقانا في السوق، الحمد لله بفضل الله. بنخلص لك اجراءاتك كلها وبنفضل معاك لحد ما تستلم محضر استلامك. مش بناخدك نشتري لك ونرميك انت والمالك تجروا انتوا الاتنين في الجهاز، لا، لحد ما بتستلم محضر استلامك. انا طلعت كده اهوت زي ما انتم شايفين، دي بقى مجاوره اهي زي ما انتم شايفين. ده بقى الفاصل ما بين ال 22 و 23. انا كده طالعه على 23 اهوت، اللي على ايدي اليمين ده كله 23، واللي على ايدي الشمال ده كله ال 18. ده الحي 18 بقى، على ايدي اليمين ده كله الحي 18. نسبة مباني فيه حلوة، نسبة مباني فيه حلوة. اللي حابب يشتري أرض مميزة، معانا أراضي مميزة كتير في الأحياء الجديدة. بالتوفيق للجميع.